الكشف عن سبب غياب واستبعاد رومان سايس من المنتخب المغربي. أثار غياب رومان سايس استغراب البعض بعدما تأكد في كل اللوائح المعلن عنها سابقا عن مشاركة سايس مع المنتخب طيلة السنوات الأخيرة. قام الناخب الوطني وليد الركراكي بالتواصل مع رومان سايس، وذلك قبل الإعلان عن القائمة حتى يبلغ اللاعب المذكور بقرار استبعاده. أوضح الركراكي لسايس أنه حتى لو كان حاضرا مع المنتخب فإنه قد لا يشارك أساسيا في المباراتين ضد أنغولا وموريتانيا. وبرر الركراكي قراره برغبته في تجربة لاعبين جدد في خط الدفاع. يسعى الركراكي لتجربة الرباعي الدفاعي داري مع أكرد ثم رياض وعبقار مع أكرد، حيث يهدف من خلال ذلك إلى تقييم إمكانيات كل لاعب وتحديد من سيكون مرافق لأكرد في خط دفاع المنتخب مستقبلا. ويعد غياب رومان سايس عن قائمة المنتخب المغربي متوقعة بعد سنوات من العطاء، وكذا من أجل إعطاء فرصة للاعبين جدد لإثبات أنفسهم ونيل ثقة المدرب.